دخلتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من المقعد من الجنة مقعدا. ترحب عائلة الإخوة عمار اليوم بضيوفها الكرام في هذا الحفل البهيج الذي التقينا أن ننظمه تكريما لمجهودات التلاميذ. وعندما نقول تكريما لمجهودات التلاميذ لا ننسى أن هذا التلميذ كان له ولي سواء أم أو أب سهروا على نجاحه. وعندما نقول أب أو أم نستذكر كل التضحيات التي قامت بها الوالدة. نتذكر أيضا مجهودات الطاقم التربوي، الطاقم الإداري، وحتى العمال. إذ في هذا النجاح الذي نحتفل به اليوم كل إنسان سواء كان قريبا أو بعيدا قد أدلى بدلوه في هذا النجاح. ولا يخفى عليكم أن ثانوية الإخوة عمار تعتبر من الثانويات الرائدة في ولاية سرانا، وهذا راجع حتما للمجهودات المقدمة طيلة السنوات الماضية. وهذا الجهد كان مبذول طبعا من طرف العديد من الأطراف، من أساتذة، من إداريين، من عمال مهنيين، ونكرمهم اليوم في هذا الحفل البهيج. نفتتح حفلنا هذا بكلمات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة عائشة من القسم الثالثة علوم تجريبية المتحصلة على شهادة البكالوريا لهذا العام. نبارك لها ونبارك لأوليائها ونبارك لأنفسنا بهذا الإنجاز العظيم. ونذكر أيضا أن هذه الطالبة المتميزة تنتمي أيضا لنادي التجويد الذي يشرف عليه الأستاذ حضر حسين أستاذ العلوم الإسلامية في هذه الثانوية، فلتتقدم مشكورة وشكرا له. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
اليوم وسام شرف حين استدعيت للنهاية وهي البداية لي، وكان القدر أن يسوق أقدامنا إلى هذه التكريمات، إلى هذه النجاحات. وقبل أن أعرج إلى طلبة الأكباد وأهنئهم بهذا الإنجاز، أرحب بي وبكم وبالضيوف الكرام الذين شرفوا هذه الدعوة في هذا اللقاء الكريم، كل باسمه وبمقامه، وبارك الله في خطواته لمثل هذا الاحتفال الشهيد وفيه كل خير. اليوم نستطيع القول أن الأرحام شفيت من آلام الولادة. اليوم نستطيع القول أن بر الوالدين ما زال في المجتمع له نهجه وديدانه. إلى أبنائي وبناتي الذين تحصلوا على نتائج مشرفة في شهادة البكالوريا، إلى الذين سقوا مشوارهم الدراسي وعمرهم على مدار أكثر من 12 سنة وأكثر، وكان الختام الظفر بهذه الشهادة التي تؤهلهم إلى الجامعة العلمية وإلى الجامعة الحياة وإلى الجامعة إطار وإلى الجامعة خدمة الوطن. فهنيئا لكم أن اجتزتم هذه العقبة، وهنيئا للأمهات والآباء بكم، فقد كان النجاح لكم وكان الفخر لنا. فكانت العلامات تميزكم في الانتقاء بالجامعة، وكانت أسماءكم تزيدنا سعادة وغبطة وفرحا. فأهنئكم وأبارك لكم هذا الفوز، دون أن أنسى أن هذا النجاح لم يكن وليد السنة، بل كان قد اجتزتم من ورائه، خاصة ونحن قد مررنا بجائحة كورونا. فالظفر بالفوز كان صعب، فإن كان المجد والناجح بشهادة البكالوريا قبل 4 سنوات يعتبر نفسه ناجحا، فأنتم نجحتم بامتياز في هذه الظروف التي مرت بها البلاد. من خلالكم وكوني ناطقة رسمية إن شاء الله منذ هذه اللحظة لهذه الثانوية المباركة الإخوة عمار، أتوجه بالشكر بداية إلى الطاقم التربوي الذي وصل الليل بالنهار والسنة بالسنة والدقيقة بالدقيقة، دون أن يبخل على أبنائنا بالمعرفة والمعلومة والتوجيه والإرشاد إلى آخر اللحظات. أتوجه إلى الطاقم الإداري الذي سعى مسعى حثيث وجاد من أجل أن يوفر كل الظروف لأبنائنا الكرام حتى نصل إلى هذا اليوم ونحتفل، ودون أن أنسى دكاترة الحياة، كواليس الخفاء، العمال المهنيين الذين يسبقون كل خطوة إلى هذه المؤسسة ليوفرون لكم كل الأجواء من أجل هذه الدراسة. فشكرا للجميع، للحاضرين والغائبين والذين تعثر عليهم الحضور. شكرا لمن فرح معكم هذه الفرحة، وشكرا للآباء والأولياء لأنهم لازموكم ودعوا لكم ولم يبخلوا عنكم بأي مجهود وإمكانية في سبيل أن تكونوا أبنائي وبناتي من الرواد الناجحين وتشرفون ولاية مصغان عموما ومنطقة ستيديا خصوصا، وإن الشهداء لبكم فخورون. فشكرا لكم وألف مبارك لكم وشكرا. السيد الأمين العام للبلدية، السيد رئيس الشعب البلدي، لهذا الاختتام والحفل تكريم ناجحي شهادة البكالوريا سنة 2023. بدء بشكركم على الدعوة، ليس لشخصي ولدعوة كل الأولياء والاعترافات والأمهات فرحين بنجاح أولادهم وبناتهم لهذه الشهادة المشرفة. كما لا ننسى الشكر الكبير للطاقم التربوي والطاقم الإداري الذي قدم اليد في المساعدة لهذه التلاميذ من هذا الخلل. تشرفت المؤسسة بأحسن المعدلات وبنتائج مشرفة. والسلام عليكم.
والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها الحضور الكرام، فنحمد الله عز وجل على ما من به على أبنائنا من هذا النجاح والتوفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الفوز بهذه الشهادة وهذا النجاح فاتحة خير لنجاحات أخرى كثيرة بإذن الله عز وجل. ونحن في هذه المؤسسة الطيبة ثانوية الإخوة عمار نحمد الله عز وجل على ما من به علينا في هذه المؤسسة من نتائج طيبة كانت في العام الماضي في المرتبة الثانية، وثانويتكم اليوم في المرتبة السابعة، وإن كان تأخرا طفيفا ولكن الصعود إلى القمة سهل، ولكن أصعب منه هو الثبات على القمة. فكون المؤسسة ما زالت في العشرة الأوائل أو ضمن العشر المؤسسات الأوائل في الولاية، هذه مفخرة للمؤسسة ومفخرة لبلدية ستيديا، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لكي تتضافر الجهود حتى تكون المؤسسة بإذن الله عز وجل في العام القادم في المرتبة الأولى، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكل أبنائنا وبناتنا، ونرحب بالآباء والأمهات، ونشكر للجميع صبرهم وحفاوتهم بمؤسستنا، وما نجيبهم إلا عرفانا بهذه المؤسسة وما تقدمه. فنشكركم جزيل الشكر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. نتراجع، بالعكس على من يقول بأننا تراجعنا، نحن لم نتراجع، خاصة وأنه هذه الدفعة كان عليها ضغط كبير، لأنه الدفعة التي كانت قبلها كانت قد تحصلت على المرتبة الثانية وكانت مطالبة برفع التحدي وتحسين المرتبة أحسن. نحن بالنظر إلى ظروف العام هذا الموسم والضغط الكبير الذي مررنا به خلال هذا الموسم، فنحن نعتبر أنفسنا بأننا حققنا تميز كبير وإنجاز كبير. الضغط الآن أصبح على تلاميذ السنة الثانية حتى يوصلون السنة المقبلة إن شاء الله إلى المرتبة الأولى، وما هي النقطة بعيدة عليهم إن شاء الله. دائما المهم أن مؤسستنا تبقى فرديا، هذا ما نصبو إليه مع كل المساهمين من طاقم تربوي وإداري. نجدد الترحاب مرة أخرى بضيوفنا الكرام، السيدة المديرة التي شرفتنا بحضورها ونقول لها أهلا ومرحبا حللتي، أهلا وسهلا. إن شاء الله هي أيضا عليها ضغط، ولو أنها محظوظة شوية لأننا ما وجدناش في المرتبة الأولى ولا في المرتبة الثانية، راه عندها شوية حظ صابتنا في المرتبة السابعة، فهي مطالبة بإعادتنا إلى المرتبة الأولى، فهذا إرث لها وهي مجبرة به.
تحية لكل الأساتذة حاضرين أو غائبين، نشكرهم جزيل الشكر على كل العمل الذي قاموا به وكل المجهودات التي بذلوها خلال هذا الموسم الدراسي. فشكرا جزيلا لكل واحد في منصبه وكل في مقامه. بارك الله في الجميع. مرة أخرى ألف مبروك لكل التلاميذ، سعدنا كثيرا بهذه النتائج. مبروك ألف مبروك، وأحلى هذا اليوم إن شاء الله الفرح يدوم.
للتعريف دخول المصحف.